قرار غيكون اكبر قوه، اكبر عنده اثر اكبر، هو اللي جاي. راه داكشي اللي خرج اللي سعر الخارجيه الجزائريه والنظام الجزائري والابواق وكذا وكذا وهذه هو اللي سعرهم وبغاو يديروا داك الاستباق. انا ما عايشاش اختي، انت لا عايشه، انا ما عايشاش. انا ما عايشاش. واش انت جزائريه؟ جزائريه وعايشه في المغرب. علاش ما بقيتيش في بلادك؟ علاش ما بقيتش في بلادي؟ جيت للمغرب، كنعتبر المغرب هي بلادي، وعاش الملك وكنعتبر المغرب بلادي. واش تما في الجزائر ما عشتيش انا يلا با مات في الجزائر وما جابتنا هنايا ملي كنا صغار وحنا عايشين هنا، يعني الام ديالي مضطره تعيش هنايا، مادام با مات في الجزائر مضطره امي تعيش هنايا. ما تقدريش ترجعي للجزائر؟ ما رجعش هنا، نقعد في المغرب. يهددون اهلا كي دار 31 كاين شي نوتيلا، كاين شي شوكولات، كاين مازال راك تقلب على الهمزات في الشوكولات وفي البسكويت. مازال راك تقلب السي المؤثر التيك توكي على فين كاين 2 سنتيم ناقصه في اتاي وفي القهوه وفي الشوكولات. تسالوا لك ابن عمي شي انجاز نتاع تبون تفتخر به، دير در به الرماد في عيون المبردعين، والو وتسالاو لك ورجعتي للنوتيلا. ايش كنقول لكم؟ راه بزاف تسايرونا حنا، بزاف عليكم تسايروا المغاربه، بزاف هذا بعد الاسبوع هذه الحكايه ما كانش من ايا كي لحقت هنا كازا صبت الدعوه غايه وراني نحوس على بابي، نحوس على جنسيه مغربيه، اذا يمدوها لي ما غدوى نقعد هنا. نحوس على جنسيه مغربيه، اذا يمدوها لي ما غدوى نقعد هنا. ما جابتهاش في الغربه نقعد غير هنا وخلاص. كيفاش درتي كي جيت على الفرونتيار حداده تاع تويسنت وجداوه مغنيه، جلاله الملك محمد السادس دارك حاب تمد لي كواط وجنسيه، راني هنا ولا غير نقعد هنا ونحسب هذه بلادي. شغل راني في بلادي انا، ينفع لحقت هنا واحد ما خسرنيش. كاش اللي يقول لك الجيري برا ولا قال غاش. عرفتي شنو لقينا هنا؟ اسمع كي دار 31 السفيره الميريكان، علاش ما هضرتوش عليها؟ صفعتكم ولا صفعتكمش؟ السفيره الميريكان عندكم طاق بربلاق غانا. ذاك القرار اللي كان ضد البوليزاريو تما باش ما تشاركش في الملتقيات الافريقيه الدوليه، تصفيقه فرنسا اجي كاع ما هضرتيش على فرنسا، خصك تندد ولا لا؟ يا زيد الراجل الشيكور يا ندد، ياك انت جزائري فحل مع تقرير الباصير وتقرير الفاصير، يلا دير لايف وندد بماكرون والسياسه الفرنسيه الاستعماريه اللي مازال داير يديها مع المستعمر المغربي. يلا وإلا انت راجل قولها، إلا سميتك القويدر ديرها في فرنسا، إلا سميتك الشيكور ديال النفط الجزائر الشهداء هبطي النوتيلا. خليتي ماكرون والقرارات اللي سميتو مشيتي هربتي للنوتيلا. دابا الجزائريين بقى لهم نوتيلا، حلوا المشاكل ديال كلشي ديال الجزائر، بقى لهم الشوكولات، هانا يضربوا يديروا. يلا يا زيد، لا انت لا ذاك مصطفى بوسبير ولا الاخرين ولا داك الشيات ديال النظام العابط. بر يا ودي بر، يا قلنا لكم حنا بعدوا لينا ما تقدوا والله ما تقدوا لينا بالله، زعما ماشي حنا اللي واعرين، والله حنا ما واعرين. شتي تكاتيك المغاربه والله العاديين جدا، اللي واعر هي الانجازات نتاع الدوله نتاعنا اللي كتخلينا تايقين في راسنا وكنخرجوا الصدر واخا ما عندنا صدر. ها هو برنوس مسكين والو، ها لا بوادر لا والو، فيه كيوزن 70 كيلو بالكاد كيوزن 70 كيلو بالكشيف، او كيمشي مبنض داك كيبان له البيسيبس والتريسيب. علاش محزم؟ علاش؟ كاين دوله كتجيب الانجازات، كاين الدبلوماسيه، كاين القرارات، كاين السده العاليه بالله، فهمتي؟ تبا انت تبون ولا سعيده الغزال ولا زبيده السور،
دافعه 31,000 ورقه بيضاء، دافعه 31,000 ورقه بيضاء باش ترشح للرئاسيات. وسعيده نغزه دايره تصريح البارح كتقول لهم وياكم تقربوا لي العائله ديالي. هاو واش كتهددوها ولا؟ لهاد الدرجه ما كاين لا دوله لا والو في الجزائر. سعيده نغزه ولات مهدده في عائلتها. من يهددها في عائلتها؟ في وسط الجزائر في دولة الحق والقانون تهدد مرشحة الرئاسيات في حياة أبنائها. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف على دولة. والله العظيم لا حسن عوانكم اخوتي الجزائريين، والله حسن عوانكم. ولينا نفرحوكم هنا بالخساره مع اوكرانيا، ولينا حنا اللي كنفرحوكم دابا. الا ما كناش حنا والله ما تفرحوها. انا شكيت عيط لهم القشع قال لهم فرج غلب بوسنيا، غلب البوسنه. اذا المنتخب المغربي للفوتسال غلب البوسنه اليوم ب8-2 نجيبوا التوازنات. خوتنا الجزائريين فرحوا اليوم واخيرا من نهار الماتش نتاع جنوب افريقيا ما فرحوش مساكن والله العظيم يا خوتي. كتلقاو فيا خوتي الجزائريين زعما الا ما فرحناكمش حنا ما تفرحوش. والله مشكله. لا خصكم تحلوا هذا المشكل هذا. انتم دابا الفرحه ديالكم راهينه بخساره الاخرين. كي درتو ليه؟ ما فرحتوش من نهار خسرنا مع جنوب افريقيا حتى اليوم عاد خسرتو عاد فرحتو. سلام رشيده، مرحبا اباريسيو رشيد، الله يحفظك بنت عمي، مرحبا بك. كي درتو لها قلبوا على الفرحه داخل الجزائر، شي منتخب شي انجاز، وانتم تسناو المغرب حتى يخسر المغرب، والمغرب غيغلب العراق. يا كي غديروا ديك الساعه؟ تباتوا بلا نعاس عاود، تباتوا تبكيو وتنخسوا. عارفيني واحد عط توش قرنيتينك سير تعال يلا روح راني كويريه عندك تحقرني. لا ما نحقركش اختي لطيفه، لا حشومه نحقرك ولكن كويريه ما نعرف. امازيغيه مرحبا بنت عمي عبد القادر. اهلا اخي عبد القادر، اش اخبارك عبد القادر؟ بخير لاباس عليك. كاين شي امازيغيه شي موريه شي تيمه ومرت، كاين شي تيمه ومرت شي تامر مرت. شفتك ما بقيتش شوف مع زاغا، شوف مع زاغا ناقشوا داكشي نتاع تيمه مرت، ناقشوا التاريخ ديال تيمه مرت كيفاش بدات وامتى بدات واش كاين منين جينا، لا تقولوا ما جينا. صافي عبد القادر والله العظيم راه دابا المغاربه ما عارفينش منين جاو، حتى يجي عبد القادر وزاغا غيوري لهم منين جاو. صافي يلا عبد القادر تحياتي لك راك حاضر. صافي عاصيد انهى المعركه من نيتك اخي عبد القادر تيمو مرت من نيتك. والله العظيم الا تتوفى اخي عبد القادر. شوف رغم كل ما يمكن ان يقال كتبقى انت تحفه، انت الايقونه نتاع التيك توك. بيبا اخي عبد القادر بيبا، والله العظيم الا تحفه هذا السيد هذا. ما علينا، نحن ضايعين. ماريا فاش ضايعين بنت عمي فاش؟ امازيغيه شكرا على البارطاج الله يحفظك. كنكور بنادم مزيان كوري بنادم مزيان. موري شكون اللي موري؟ عبد القادر؟ لا عبد القادر مرموري ماشي موري. ما علينا. اذا الاخوان قلنا بانه خسرنا ب2-1 مع اوكرانيا ياك. دابا فاش غنلصقوها؟ راه خصنا نلصقوها بشي حد ضروري، لان دابا يفترض انه شي حد خصو يتحمل مسؤوليه. خسرنا زعما حنا خسرنا، ما يمكنش. فاش غنلصقوها دابا الاخوان؟ انا بقيت فاش غنلصقها دابا؟ قولوا لي نتوما. انا لصقتها في واحد الرايه الجزائر كتما مع واحد الملعب العالم الهوكستاني. نفس الفكره امازيغيه الله العظيم. هذاك العالم تما اجي دابا نتوما علاش جايبين العالم الجزائري تما؟ علاش نتوما تاهلتوا؟ لا. عندكم المنتخب تما؟ لا.
واش نتوما فين ما كان شي بلاصه ما راكمش تما تدخلوا تما بصحه؟ قطر مشيتو هازين لي بافو كدا والروينه. انا نقول للمدرب السكيتيوي وهاتو هي السكيتيوي خصنا نسلخوه شويه باش يدير عقلو. كاين المشكله في السكيتيوي وكاين مشكل في الزلزولي الزعيمه تحياتي. ها انت كيفاش دابا نتوما خودنا الجزائريين هذيك الرايه الجزائر اش كدير تما؟ جيتو تشجعونا زعما ياك؟ ها وقفتوا مع المنتخب ولا شجعتوا اوكرانيا؟ شجعتونا حنا برافو. لا معليش على المستوى الشعبي والجماهيري ديتوا الرايه الجزائر وقفتوا مع المغاربه تما، ولكن باينه غتكونوا فرحتوا العفاريت. دابا لو كان غلب المغرب تفرحوا، غلبت اوكرانيا تفرحوا. هذا احسن فرجه، هي هذه شتي احسن فرجه هي اللي غلب كتفرح له والله العظيم. السكيتيوي ودي شوف خليو حتى الماتش العراق، خليو حتى الماتش العراق ونشوفوا هذه القضيه هذه فين غتوصل. اولا الاخوان راكو نقصتوا التكباس، هذا الشيء ما يمكنش. هي الاخت لمياء تعصبات. الاخوان والله جيد الله يهديكم تكبوسات الله يحفظكم. الاخوان 43,000 من قبيله وانا كنهضروا انتم يلاه 43,000 زدتوا 13,000 اللي زدتوا. واش فيكم نعاس؟ تعطلت ياك مازال الانرجي مشات معليش كتوقع. اذا الاخوان غادي نبداو الاخبار ديالنا نتاع اليوم. الخبر الاول كيقول بان المنتخب المغربي للفوتسال فاز على المنتخب البوسني ب8-2. الفوتسال جدك هو المنتخب الوحيد اللي كيفرحنا ديما، ما عمرو خيبنا، ديما غادي معنا. دابا نستناو كاس العالم، قال لك راه كيوجدوا كاس العالم، ما عرفت متى غيوقع هذا كاس العالم هذا، ما عرفتش متى كيوقع. ولكن في كل الحالات المنتخب المغربي للفوتسال خير الرقيق سميتو ياك الرقيق ولا الدقيق، المهم رقيق ولا دقيق بحال دقيق لا دقيق خير الدقيق راه غادي مزيان. شو تنبير عظيم. المهم مشينا احنا مشينا دابا الاخوان غادي نمشيو الى خبر ثاني، وهو الذي يقول ها اسباب الخساره بن عمي، ها اسباب الخساره. شوفوا الرايه ديال جيراننا، الرايه نتاع جيراننا كانت تما اش غدير. ولكن هذا بيناتي تسجل واخا هكذاك، واخا كانت تما بغاو يديروا بها كذا ديبشخي، ولكن سجلنا الهدف التعادل. ومن بعد تطرد اللعاب ومشات كذا. انا ما تفرجتش، انا كنت غنرتكب الخطا ديال الحياه ديالي. يلا انا كنت غنسافر غنشد التران وقلت واش نمشي نتفرج حتى يسالي الماتش عاد نشد التران ولا نمشي نشد التران ديالي ونمشي نتهنى. قلت لا نمشي نشد التران احسن، لان لو كان مشيت تفرجت والماتش ما يعجبنيش والخساره وتضيع لي وقت وعاد تمشي تشد التران وعاد تلقاه ولا ما تلقاش البلاصه، لان البوراق دابا راه صافي راكم عارفين راه يعني البلاصه خصك تلقاها بالريق الناشف خاصه في الصيف. فمشكل والله الا مشكل. كون جلستي كون ربحنا. هذه القضيه هذه كنا نديروها ملي كنا صغار. زعما لو كنت تفرجت في هذه القهوه وكتولي تفايل، راني في كازا لطيفه، راني في كازا تحياتي. دونك كنوليو نتفايلوا، الا تفرجت في هذه القهوه كنربحوا، الا تفرجت ما تفرجت في هذه القهوه كنربحوا، الا تفرجت كذا كنبقاو نتفرجوا وحنا كنديروا داك الاشارات وداك العلامات وداك الفان. حتى انا دابا ايش غدير؟ ضروري خصك تعطي هذاك داك الجانب الميتافيزيقي، لان الفراجه اللي زوين فيها هو داك لو كوتي ميتافيزيك. واخا الاخبار الاخرى اخوتي سياسيه، اذا انت سبب الخساره. ممكن جدا، ممكن جدا. الافتتاح نتاع فرنسا البارح ابن عمي وقعوا فيه بزاف نتاع التبخشيشي. الفرنسيين الان اليوم صابحين متذمرين، الغالبيه نتاع الفرنسيين ما حملوش ذاك الافتتاح. فيه بزاف نتاع الحويجات اللي ما عجبتهمش. ما بانش افتتاح يعني كلاس، ما بانش افتتاح بالمعنى المبهر اللي كانوا كيستناوه. فهمتي يعني كانت الامور بالنسبه لهم
ما عجبتهمش. ثانيا شي حويجات اللي وقعت تما كذلك هي اولا المنتخب السلوفيني مشى شرى الناموسيات راسو، هذه ما فراسكمش هذه. انا جايك لهذيك الجماجم، انا جايك. شنو قال هاي الصقر كاينه وتكون ابن عمي. المنتخب السلوفينيا مشى شرى الناموسيات راسو، ما عجبوش الناموسيات ديال الاولمبياد. خطاو في السميه تاع كوريا الجنوبيه، داروا لها السميه تاع كوريا الشماليه. ناضت وزاره الخارجيه تاع كوريا الجنوبيه، دارت استنكار، دارت بلاغ استنكاري، دارت مراسله، استفسار، تنبيه لوزاره الخارجيه الفرنسيه، للجنه الاولمبيه، وناض الاعتذار. والله العظيم ما اسومه بنت عمي. عرفتي اش سموها؟ سموها كوريا الديمقراطيه الشعبيه. وفرنسا واللجنه الاولمبيه فين ما لقيتوا الديمقراطيه الشعبيه عرفوه نظام ديكتاتوري ما كيديرش هذا الشيء. ما فيما سمعتوا الديمقراطيه الشعبيه. باش كيفكركم هذا الشيء تاع الديمقراطيه الشعبيه؟ هو الاسم، شوف الاسم تاع كوريا، كوريا الديمقراطيه الشعبيه، راه ما سميتهاش كوريا الشماليه. فراسكم ما فراسكمش هذه، هذاك غير التوصيف الدولي. اما الاسم تاعها هي كيفاش مسميه راسها، هي مسميه راسها كوريا الديمقراطيه الشعبيه، بحال هوكستان، بحال جوارينا هادوك، جمهوريه الجزائر الديمقراطيه الشعبيه ولا الشعبيه الديمقراطيه ولا. اذا اخوتي فين ما لقيتوا الديمقراطيه الشعبيه عرفوا ما كاين ديمقراطيه ما كاين شعبيه، داك الشيء بحال كوريا الشماليه. اذا وقع ابن عمي ديالي هذا. خوتنا الجزائريين، ماشي خوتنا الجزائريين، لا حيدوا خوتنا الجزائريين. الذباب العبلاوي المبردعين ديال الجزائر خرجوا ابن عمي ديالي بواحد الخريطه، قال لك اسيدي حقا ما حقا. هاهي شفتوها؟ هذه شفتوها ياك؟ كلكم شفتوها. هذه انتشرت في الفاي دو جور نتاع الدي ار اس الجزائري، الدي ار اس العبيط صيفطوا هذه كاملين كيقول لك بانها دارت في الاولمبياد. شوف الاصل، شوف 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 شوف. هذه يا ابن عمي في جامعة بريطوريا بجنوب افريقيا، جنوب افريقيا الهوكستانيه حتى هي، العبيطه حتى هي. هاي طالبه جنوب افريقيا واقفه مع الخريطه ديال افريقيا. ها هي في جنوب افريقيا ابن عمي، ما كاين لا اولمبياد لا والو. هادو على من بغاو يغطيو؟ بغاو يغطيو على الفضيحه ديال استفزاز الفرنسي للجزائر بوضع الفيديو الترويجي للاولمبياد بالجماجم نتاع الجزائريين، الشهداء الجزائريين. بغاو حقا ما حقا يقولوا راه المغرب راه كذا. هذه يا ابن عمي ها هي، ها الدليل، ها هو جبتها لكم من لا سورس. ها هي طالبه مع الخريطه ديال افريقيا حسب التقسيم الجزائري والجنوب افريقي، وهاد جوج دول راكو عارفين الموقف ديالهم من الوحده الترابيه نتاع بلادنا. ما عندهاش علاقه مع الاولمبياد ولا حتى استزعت. سمعتي المبردع؟ ها انت المبردع، ها الاصل. ما كاين لا اولمبياد لا فرنسا لا والو. فرنسا باح، فرنسا هربات. فرنسا استنى واحد 3 ايام 4 ايام ابن عمي وغيوقع الاعلان الرسمي. فهمنا؟ انا جايك لفرنسا ودا اعلان رسمي وما الى ذلك حسب القراءه ديالي. راه نقدر نكون مخطئ، انا هذا اجتهاد نتاع سعيده برنوس. ايوا المهم الذي حدث ابن عمي هو ان دار واحد الفيديو ترويجي للاولمبياد نتاع باري 2024. خطيره والله العظيم. اساءه الجزائر نيشان ماشي تشالنج. مرحبا بنتمي، مرحبا، شكرا. تشالنج إساءة مباشرة للجزائر وللذاكرة الجزائرية وللشهداء الجزائريين. وردها إن استطعتها الجزائري العابط، ردها إن استطعت. عاود خسرتو، خسرنا كرة القدم. أنت تأهلتي بعدا لذاك البلاصة باش تخسر ما تربح. إيه يا ودي
انت تاهلتي بعد ذاك الاولمبياد باش تربح ولا تخسر. حنا خسرنا عادي، كنربحو كنخسرو كنلعبو كره. كاس العالم مشينا ربحنا الماتش الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، وخسرنا في السابع ولا السادس. لعبنا كره. كبير وكذاب. شنو ما تاهلناش؟ كيفاش كذاب؟ ما تاهلناش لنصف نهائي كاس العالم. فاش كذبت؟ الجزائر تاهلت لكاس العالم، الجزائر تاهلت الاولمبياد. ايوا داروا الجماجم داروا تصاورت الجماجم في الفيديو ديال فرنسا الترويجي ديال الاولمبياد. داروا ولا ما داروش؟ داروا. نوريك الفيديو، نقلب لك دابا على الفيديو. درتي راسك ما شفتيش؟ بانت لك هادي جبتيها من جنوب افريقيا. بانت لك هادي. بغيتي تنسى الفضيحه ديال اللي دارت لك انت والاستفزاز اللي دارتو لك انت بهادي، مشيتي كتقلب عليها. ايوا راه فرنسا اساءت لشهدائك، اساءت لشهدائكم. يلا تعرفوا غتقولوا المراركه شي مرات في اللايفات كيطلعوا للسطوحه كيسبوا لنا الشهداء. ها يا فرنسا تسبوا شهداءكم. يلا ردها ان استطعت. انت بقى فيك الحال على البوليزاريو، ما بقاش فيك الحال على الجماجم على جدودك. البلاغ ديال وزاره الخارجيه عطاف نتاعكم داير بلاغ على البوليزاريو وما دايرش بلاغ على الجماجم. يا الربعه ديال الشميت، يا الربعه ديال المبهدلين وبالعلالي وامام العالم كما قالت الاخت لطيفه. فضيحه ديالكم ولات استفزاز علني، استفزاز مباشر. درتو شي بلاغ، درتو شي بيان، دويتو، تكلمتو. يا الربعه ديال المنبوذين، يا الربعه ديال المحقورين، يا الربعه ديال الكمونيين. بانت لكم في البوليزاريو بقى فيكم الحال. وانا استنكر ونديد العواقب الوخيمه. هو فين العواقب الوخيمه ان دير فيديو والعالم كامل يشوف الفيديو ويشوف الجماجم؟ بر يا ودي بر بر بر. ربعة الشميت مشاو عيطوا البوليزاريو، البوليزاريو دارت البلاغ استنكاري حتى هي. اسمع البوليزاريو قال لك اكدت الخارجيه الصحراويه ان الموقف شوف الخارجيه الصحراويه مقرها في تندوف في الجزائر. عندك اصحابك في المغرب والمبردع. هاد الخارجيه الصحراويه راه كاينه عندك في بلادك. في قويق معايا. أن الموقف الصادر عن فرنسا بخصوص النزاع في الصحراء الغربية تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة. لا البوليزاريو ولات حتى هي تهدد بالعواقب الوخيمة. اش غدير؟ اش غدير ابراهيم غالي؟ حارت الله دابا قول لي اش غدير؟ زعما كون كان عندك ما دير ما غديروش من 90 ل 2025 35 سنه وهي محشيات لك. حتى اجت فرنسا عاد غتجي انت عواقب وخيمه. بر يا ودي بر. ونددت وزارة الخارجية الصحراوية بأشد العبارات بما نقل عن الحكومة الفرنسية من تأكيد لموقفها العدائي تجاه الشعب الصحراوي وحقه الثابت في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. حاشاكم الإخوان اعتذر. تكربك انت كزك يا ودي. المهم الإخوان باش تعرفوا بأن القضية فعلا في صالحنا، شوفوا ردود الأفعال من هوكستان ومن على شاكلتهم. غير تلقاوهم كيبكيو كيشكيو نديد مستنكر موقف ونحنو وكذا شي ماشي معقول وخارج. أعرف أنك وجعتهم.
المشكلة هو أن فرنسا لحدود الآن ما رداتش، ما كاينش تفاعل. عرفتي شحال خايبة؟ ولا 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 ولا. دابا هادو كي صرات لهم، أنا نشرح لكم صرات لهم. دابا شي وحدين إلا عقلتو شي أيامات كانوا كيهجموا عليا وكيديروا يفتحوا عليا لايفات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن رواية 1984 لجورج أرويل، وهي واحدة من أهم الأعمال الأدبية اللي تناولت موضوعات السلطة والرقابة والسيطرة على الفرد، وتنشرت لأول مرة في عام 1949، وهي يعني كتسرد قصة خيالية كتدور أحداثها في عالم مستقبلي يهيمن عليه نظام شمولي مطلق، وتعد تحذير من مخاطر السلطة المطلقة وفقدان الحرية الشخصية. كتدور أحداث الرواية في دولة خيالية تدعى أوكانيا، حيث تهيمن عليها حكومة استبدادية يعني تعرف بالحزب بقيادة الأخ الأكبر، وتمارس الحكومة رقابة شديدة على جميع جوانب حياة المواطنين، ويشمل ذلك التحكم في الأفكار والتاريخ. الرواية كتتبع حياة وينستون سميث، الموظف البسيط في وزارة الحقيقة، والتي تعمل على تزوير وثائق تاريخية اللي كتناسب مع رواية الحزب. وتبدأ القصة عندما يبدأ وينستون في التمرد ضد النظام القائم من خلال التفكير المستقل بالكتابة في يومياته، ويلتقي وينستون بديستينيا التي تشاركه في الثورة ضد الحزب، لكن يعني بمرور الوقت كيتعرض وينستون للضغط والتعذيب حتى يعني يتخلى عن معتقداته ويتم إعادة برمجته ليصبح مؤيدا ومحبا للأخ الأكبر. وينستون سميث هو بطل الرواية وأحد موظفي وزارة الحقيقة، وكتميز وينستون بالشجاعة الفكرية والرغبة في التحرر في السيطرة يعني من السيطرة الديكتاتورية، والشخصية ديالو كتعكس الصراع الداخلي بين الرغبة في التمرد والواقع يعني المظلم يعني الذي يحيط به. بالنسبة لديستينيا هي حبيبة وينستون وصديقته في تمرده ضد الحزب، وكتمثل ديستينيا الأمل في التغيير والتمرد، لكن يعني كتصبح ضحية لممارسات هذا الحزب. والأخ الأكبر هو رمز يعني السلطة المطلقة في الرواية، ورغم عدم وجود شخص حقيقي خلف هذا الاسم، فالأخ الأكبر كيمثل الهيمنة الديكتاتورية والمراقبة يعني المستمرة. تعد 1984 دراسة عميقة لمفهوم الرقابة وكيف يمكن للحكومة يعني تتحكم في المعلومات وتعيد تشكيل الواقع يعني من خلال وزارة الحقيقة، وكتلاعب الحزب بالحقائق والتاريخ لفرض سيطرته على عقول الناس. التلاعب بالعقل، الرواية كتناول كيفية استخدام السلطة لبرمجة الأفكار والسيطرة على العقل البشري يعني من خلال تقنيات مثل التحكم في التفكير والأخبار المزيفة، ويحقق الحزب التحكم الكامل يعني في الأفراد. بالنسبة للغة والسيطرة، جورج أرويل كيقدم مفهوم التفكير اللغوي من خلال اللغة اللي كتهدف إلى تقليص نطاق التفكير وإزالة أي أفكار متمردة محتملة. كتعتبر رواية 1984 من الأعمال الأدبية المؤثرة اللي ألهمت يعني الكثيرين في مجال السياسة والاجتماع، وأثارت الرواية نقاشات حول حقوق الإنسان، الرقابة الحكومية والتحكم الفكري، وأصبحت يعني مصطلحات مثل الأخ الأكبر والتفكير المزدوج يعني جزءا من الثقافة الشعبية، وكتستخدم يعني للإشارة إلى الممارسات السياسية القمعية. رواية 1984 لجورج أرويل تعد إنذارا قويا حول مخاطر النظام الشمولي والرقابة يعني على الأفراد.